الكونية لأنه باقي 15 دقيقة. الوضوء فعلا قضية كبرى، الوضوء على الطريقة الإسلامية كطاقة، والصلاة على الطريقة الإسلامية. الصلاة على الطريقة الإسلامية مرتبطة في التبدلات الضوئية للشمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس ميلانها عند الظهر، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، مرتبطة فعلا في التبدلات الضوئية للشمس. وإذا كان الإنسان في وضعية الصلاة وتمت عملية شروق الشمس أو غروبها تفسد الصلاة، فطالما يقوم بعمل تعبدي فما علاقة الشمس بها؟ هي فعلا نحن متفقون جميعا على ثوابها وأهميتها، وهي أساس الدين وهي عماد الدين. سنعطي لقطة أخرى إضافية إلى أهمية الوضوء والصلاة. الوضوء كنظافة 5 مرات في اليوم قضية أساسية، سنضيف عليها حاليا بعض الأمور للطاقة زيادة في الترغيب في الوضوء وفي الصلاة. نلاحظ على الصلاة الإسلامية أن فيها 5 أمور أساسية في الصلاة الإسلامية. أولا، كل الصلوات المفروضة تقع بالفترات الضوئية، من بداية ضوء الفجر حتى نهاية ضوء العشاء نغلق الصلوات المفروضة، لا يوجد أي صلاة مفروضة في الظلام. هذا موضوع علمي مذهل. ثانيا، عدد ركعات الصلاة غير متساوي لا بالفرض ولا بالسنة، هذا موضوع علمي ضخم. الشيء الثالث، أوقات الصلاة ليست متساوية، يعني بين الفجر والظهر ليس بين المغرب والعشاء. الموضوع الهام في الصلاة أنها ثنائية القطب لا تصح بدون الوضوء، مثل الزكاة ومثل الصوم. فلماذا هذا التشديد على الوضوء؟ قلنا أن الصلاة تقع بالفترات الضوئية. حينما تبدأ أشعة الشمس بالنزول إلى غلافنا الجوي، هنالك منطقة في الغلاف الجوي تبدأ بالتكهرب تسمى منطقة الأيونوسفير أو الطبقة المكهربة. هذه الشحنات الكهربائية تنزل على الأرض. الإنسان إذا في يعني عنده موضوع صوف أو قضية يعني بيرتدي قضية صوف، بيشعر بشحنات كهربائية موجودة به. أحيانا باب السيارة يعطي كهرباء، صهريج البنزين يوضع سلسلة لتفريغ الشحنات في الأرض. فهذه الشحنات إضافة إلى النظافة التي يعطيها الوضوء، نلاحظ أن الوضوء هو إيصال الماء إلى نهايات الإنسان ال5. نهايات الإنسان ال5 إيصال الماء. أيديكم إلى المرافق. قد يكون بعد المرافق هنالك تعرق أو هنالك غبار. أيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فقط. لماذا هذا الموضوع؟ هذا الموضوع يزيل هذه الشحنات الكهربائية الضارة التي تسبب آلام المفاصل والروماتيزم مع الزمن. لذلك نلاحظ لماذا الوضوء فيه إزالة للشحنات الكهربائية. الله كأنه يقول صراحة، حينما الإنسان عنده جهاز كهربائي يضع له خط أرضي ما يسمى التأريض لتفريغ الشحنات الزائدة في الأرض. الله يقولها صراحة: إذا لم تجد ماء لا يوجد مشكلة، اذهب إلى عملية التأريض الأرضي فتيمموا صعيدا طيبا، أفرغ الشحنات بالأرض ثم أقبل إلى الصلاة. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لذلك جاءت الآية أن الموضوع ليس معاجزة، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، لم يقل ينظفكم فقط. الصابون والماء منظف، لكن هنالك معقمات للجرح نسميها مطهر للجرح وليس منظف. فالله يقول ولكن يريد ليطهركم وليس ينظفكم فقط، وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون لهذا الموضوع الذي أعطانا الله إياه.